استنى، قبل ما تشرب ريد بول لازم تعرف إن أول دقيقة جوه جسمك مش بريئة خالص. أول رشفة القلب يفز، النبض يعلى، والمخ يتحفز كأنه في حالة طوارئ. الكافيين والسكر يدخلوا الدم بسرعة، المخ يفرز دوبامين وتحس بطاقة مفاجئة. بس الطاقة دي مش حقيقية، دي قرض قصير من جسمك. المعدة تستقبل حمض وسكر تقيل، الأمعاء تمتص الكافيين بسرعة، الدم يتزحم، القلب يشتغل أسرع من الطبيعي، الأعصاب تشد، العضلات تتوتر، تحس إنك صاحي زيادة. بس في الخلفية البنكرياس بيصرخ والجسم كله داخل ضغط. بعد شوية السكر يقع، الطاقة تنهار، تحس بإرهاق، توتر، خفقان، وجسمك يطلب جرعة تانية. وده أول طريق الإدمان. ريد بول مش بيديك طاقة، ريد بول بياخدها منك وبيرجعها ناقصة. لو عايز تعرف الحقيقة اللي بتحصل لجسمك مع كل أكل ومشروب، اعمل اشتراك وخليك واعي قبل ما تدخل أي حاجة جسمك.